السلام عليكم كيف ان شاء الله راكم مليح، ان شاء الله اموراتكم مليحه، ان شاء الله كل شيء راهم مريق عندكم، ان شاء الله راكم كيف بخير راكم لاباس. في الفيديو تاع اليوم راح نهضروا على واحد الكائن بشري وحش بكل ما تحمله الكلمه من معنى عزيزي عزيزتي المشاهده. في الفيديو تاع اليوم راح تشوفوا وحش بشري راهم داير ترند، والله راهم نقلب الحاله في الامريكان، والله في العالم في الايام الاخرى هذه اللي فاتت. نورمالمون راكم سمعتوا بالوحش ديدي المغني الامريكي، والله منتج الاغاني الامريكيه اللي راهم داير كوارث وحكموا عليه قدام من قضيه في الامريكان. اليوم راح نهضروا عليه، واليوم راح تشوفوا طاغيه هذا لانه راهو راه داير افعال شيطانيه، الشيطان يستحي انه يديرهم. قبل ما نبدا في الفيديو تاع اليوم تنسى دير لايك تاعك، تشترك في القناه، تفعل الجرس، فيديو كل يوم باذن الله على 6، وما تنساش ديرني الانستغرام تابونيني فيه، راه تلقى ستوريات يزهبوك ويعجبوك، نبدلوا الجو تاع هذه الفيديوهات اللي رانا نديروا فيهم. وقبل ما نبدا في الفيديو تاع اليوم خلينا نقرا تعليق العاده العويد واللي جينا من عند الميليسا، واللي تقول لنا فيه: احسان كمل راك فور وفيديوهاتك رائعه وتعجبني. ميرسي بزاف ميليسا، ربي يحفظك. تعجبني طريقه تفكيرك، والله قليل وين نلقاو انسان يخمم كيفك. ميرسي بزاف ميليسا، ربي يحفظك. ميرسي بزاف على الكومنت تاعك، قالت لي بليز طلعني من اول متابعات، على بالي بلي من اول متابعات، وعلى بالي بلي ديما تدعميني. ميرسي بزاف على الدعم تاعك، وممتم ثاني خاوتي، ربي يحفظكم، ربي يعزكم على الدعم تاعكم. حاليا خلينا نعرفوا شكون هو ديدي هذا، شكون هو الطاغية هذا، شكون هذا الحيوان البشري، وش حكايته، علاه راهم داير الباز ولا راهم داير الضجة هذه الإعلامية خاصة في أمريكا لأنه حكموه. حاليا خلينا نشوفوا هذا الفيديو اللي راح يقولنا شكون هو ديدي، وش يدير في حياته، وش قصته حاليا. شنو قصة ديدي اللي يعتبر الآن أسوأ شخصية في العالم؟ تعال بقول لكم القصة كلها. ديدي هو منتج أغاني أمريكي، ويعتبر أكبر منتج أغاني في العالم، وثروته تقدر بالمليارات. وديدي عنده علاقة تقريبا مع كل الشخصيات في مختلف المجالات، وديدي تقريبا أنتج لكل المغنيين في العالم. قبل كم سنة اتهموه بالتحرش بالأطفال، الابتزاز، الإتجار بالبشر، لكن ديدي أخذ طيارته الخاصة وهرب برا أمريكا. لكن قبل فترة قصيرة ألقوا القبض عليه في واحدة من الفنادق في أمريكا. وحسب الأخبار أن ديدي كان يتحرش في بعض المغنيين والمغنيات، وكان يسوي حفلات مختلطة جماعية، وكان يصور مختلف الشخصيات فيديوهات بوضعيات مخلة للآداب، وكانوا كلهم في مكان واحد. وحتى أن في بعض الصحف اتهمته أنه كان مشارك في عملية اغتيال توباك، لأن ديدي كان ينتج أغاني من التسعينات، وتوباك كان مع شركة موسيقية ثانية مو مع ديدي، فتوباك كان ماكل عليهم الجو في التسعينات. فحسب الصحيفة أن ديدي شارك في عملية اغتيال توباك عشان يفضل السوق الحالة. ولما ألقوا القبض عليه في الفندق، فتشوا غرفة فندقه ولقوا مصايب، لقوا آلاف علب زيت الأطفال، ولقوا شرايط فيها فيديوهات لكثير من الشخصيات مثل ما قلت لكم في وضعيات مخلة. وإلى الآن ما صار شيء جديد، لأن تو القصة جديدة. وفي بعض الناس يقولون لا تستغربون لو ديدي طلع منها، لأن عنده علاقة مع شخصيات كبيرة جدا وعنده نفوذ كبير جدا. مبدئيا راكم شفتوا الفيديو هذا اللي لخص وش صار مع ديدي هذا الرابر الامريكاني، والله منتج الاغاني الامريكيه، حكموا عليه قدام من بنادم راهو جرهم. ان شاء الله برك تكونوا فهمتوني، مالقري راهي باينه. ديدي هذا اعزائي عزيزتي المشاهدات هو حيوان بشري ما يفرقش بين الانثى والذكر، اللي يطيح في المقله يتقلى فروطوار. شفتوا له فروطوار هكذاك خاوتي، يجر الناس كيما راهي، ما يعرف لا صغير لا كبير لا شيخ لا عجوز من ذاك الحيوانات، قال لك ويقيس. لدرجه انه كيف عرفوا وين راه في الاوتيل، راحوا صدموا عليه، لقاو 1000 علبه تاع زيت الاطفال هذاك تاع الجونسونز هذاك، لقاو 1000 قرعه. عرفت معناها 1000 قرعه لمن باينه باللي القائمه. ودوك نشوفوا القائمه تاعو، ومن ابرز اللي راهم في القائمه تاعو هذاك فريش مونتانا هذاك المروكي. خلونا نشوفوا الفيديو هذا تعرفوا واحد من الضحايا تاع ديدي هذا. خلونا نشوفوا الفيديو دوك تفهموا. Happy birthday to يو Happy birthday, dear friend. Happy birthday to you. This is a special birthday for both. بي دي دي ماشي نورمال، ميم فرانش مونتانا راه في لا ليست. رانا نهضروا على لا ليست دي فيكتيم، باسكو كنا نهضروا على جاستن بيبر، دروك فرانش مونتانا راه داخل في لا ليست. مي خاصكم تعرفوا حاجه، فرانش مونتانا ستا ماروكان، وغادي نوري لكم دي زيماج دروك بي دي دي في الماروك. ناسي بي دي دي في مراكش 2002، ويا قال لك بي دي دي داروا له حتى النقافات. واه بي دي دي النقافات في الانيفرسير تاعه مع هادي، ومبغيتش نقول اسمها فوالا. وهذا عرفتوا شكون؟ جمال دبوز. وهذا شكون؟ هذا جمال دبوز مع البي دي دي. واه خويا، وهنا باش تشوفوا غايه جمال دبوز مع نومي كامبل والبي دي دي في مراكش، باش تعرفوا باللي بي دي دي راه مكحلها فريمون، مكحلها كاع. دروك
ما راش في حبس نورمال، مي راه في بلاصه جايه سيكوريزي بزاف، وفيها كما نقولوا رقابه ضد الانتحار. يعني ما مخلين له حتى موان باش يكمل مع روحه. علاش؟ اكطوالمون لا سول سوليسيون اللي راهي تبان له هي يكمل مع روحه باش يدي معاه كل شيء. دروك هما راهم باغيين يعرفوا كاع لا ليست اللي كانت معاه، لي زاكوزي كاع ولي فيكتيم تاعه والصوالح اللي كان يدير فيهم اكزاكتومون. غادي ندير لكم ابديت على واش حكموا عليه واش راه صاري معاه اكزاكتومون. بي دي دي راهو خاربها لدرجه ما تتصوروهاش، يعني راهو اللي يطيح في المقله يتقلع. ومن ابرزهم هذا فريش مونتانا المروكي، وزيد ثاني مغني اللي تعرفوه كامل اللي هو جاستن بيبر. جاستن بيبر خاوتي كاين واحد الطرف الموسيقى تاعو طلقوا قديم بالك في 2010 والله ما على بالي. ليسونسيال يقول في لي بارول تاعو شغل يغني على بي دي دي بلي هو بدل له حياته واللي عطاه النجاح منا. الوقت هذاك الناس حارز واش دار بي دي دي. اليوم نفهموا باللي بي دي دي طف الضوء على جاستن بيبر، باتوا كيف خاوتي. والقائمه مازالت طويله، وعلى بالي دوك 100% تعرفوهم هم اللي فيكتيم ولا الضحايا تاع البي دي دي. انا قلت لكم انسان ما يفرقش، اللي يطيح في المقله يتقلع، اللي يجي في طريقه اروح وليدي ارواح عباك بلي يبات يدهن فيه بالجونسونز هذاك تاع الولاد الصغار. لوس ماي سيلف خسرت نفسي مع بي دي دي ومع على بالي جوجيني مانيش حاب يحكمني انا كوبي رايت. مانيش مأمن انكرويابل، مانيش مأمن باللي جاستن بيبر خرج هاد لا شونسون اللي سمعتوها دروك، والناس كاع سمعوها، الناس بزاف سمعوها، مي ما فهموش لي بارول ولا ما عرفوش اسكو لي بارول صح ولا غلط. بصح اليوم كي حكموا ديدي وراه في الحبس وراهم عارفين شي يدير هذا البنادم، فهموا لي بارول تاع جاستن بيبر باللي فريمون خسر روحه عند ديدي بارتي. لامبو هذيك الشهرة وهذوك الصوالح اللي دارهم له ديدي فريمون كوتاوه زعما صوالح اكثر، زعما ماشي دراهم ولا مي حاجه اللي فريمون واعره. مامو بزاف ناس رماركاو جاستن بيبر سي دارني زاني يبان شيباني، يبان مدبرس، يبان تحسب كاع ماشي سيلابر، تحسب كاع ما عندهاش دراهم. علاش؟ باسكو داز واحد الصوالح وصراو له واحد الصوالح في حياته يسيرتو مع ديدي فريمون بيزار. هذيك لا شونسون اللي غناها جاستن كانت صح تحكي واش صراله مع هذاك الوحش، باسكو ديدي فريمون وحش. قايلوا معايا كي دخلوا عنده لابوليس للدار لقاو هذا الزي تاع جونسون تاع الدراري صغار، لقاو 1000 بوتيل، 1000 وحده، ماشي وحده ولا زوج، 1000 راه يدور في واحد 7000 ولا 8000 دولار. شو يدير بها؟ جو سي با اسكو يدير بها كوميرس ولا حاجه واحده اخرى، ما على بالناش، مي لقاو 1000. كاين كا واحد اللي يخلي ديدي يخرج من الحبس ولا ما يحكمش كما نقولوا عقوبه كبيره، اللي هي يجبد كاع الاسماوات اللي كانوا معاه، باسكو شبكه كبيره اكثر من ابستن ليست، هذيك جزيره ابستن. واش رايكم نتوما في القضيه تاع ديدي؟ وفوق هكذا راهم يقولوا بنسبه 90% راح يخرج، والله بنسبه 90% مش راح يحكم عليه القضايا هذو الا اذا قال الاسماء دوك نجيو لهم في الاخر تاع الفيديو. مي كامل على بالنا باللي ديدي عنده نفوذ كبير، باش تكونوا فاهمين، باش تكونوا ثاني في الصوره، عنده نفوذ كبير بالك من جماعه الماسونيه. يعلم ربي انما عنده نفوذ مش نورمال، درجه انه قاس واحد العباد وقت ما كتشوفهم تتشوكاو، قاس لي جوار تاع الباسكت المعروفين، قاس مغنيين دوك يحكمك القارف كي تشوفهم والله كتسمع باللي دار لهم الطق في الطبق. جايزي من 4 مليون 400 في الانستغرام اليوم يهود حتى ل 900 كا، سيتادير جايزي خسر 3 ملايين ابوني جوست ابري ما حكموا ديدي ودخلوه للحبس. بصح سي كوا لا ريلاسيون بين جايزي وديدي وعلاش خسر كاع هاد لي زابوني؟ جايزي هو البرادر تاع ديدي، ليتيرالمون البرادر تاعها ديجا كيما راكم تشوفوا في لا فوتو هنا راه جايه على لا دروات، البرادر تاعها سيتادير الحاجه اللي يديرها ديدي راه يديرها جايزي، الحاجه اللي يديرها ديدي يديرها جايزي معاه. ديدي راه في الحبس على جال الخماج تاعه اللي هو سكس ترافيك، هيومان ترافيك، دروغ، كلشي. سيرتو كان عندها البوفوار باسكو كان حاكم كاع الاندستري تاع لا ميوزيك. اي شونتور باغي يدخل جديد ويطلع ويبان خاصه يفوت على ديدي، وديدي كان يبروفيتي من هاد الناس. نعطيكم اكزومبل جاستن بيبر ملي كان في عمره 15 عام حتى اللي ولاو الناس كاع يعرفوا. هذا غير اكزومبل واحد بلا ما نهضروا على اشر وبزاف اسموات كبار بالبزاف. ميم جايزي وديدي يقول لك عندهم غولاسيون بالموت تاع توباك، سيتادير كانوا دايرين مؤامره باش يكملوا مع توباك باسكو ما كانش يخدم معاهم في الاندستري تاعهم، وتوباك ما بغاش يقبل مع داك الخماج اللي كانوا يديروه هما. الحاجه اللي تعجبك في البوبل الامريكان هو واحد كيدير مشاكل ولا يدير حاجه ويشيع في الانترنت
ما غاديش يزيدوه لي زابوني كيما حنا في الجزائر، واحد يكون زيرو ما يكونش معروف يولي عنده 4 مليون 10 مليون نورمال، بصح واحد اللي يكون معروف يطيحوه. هذه هي الحاجه اللي فريمون تعجبني. وانتوما واش رايكم في هاد لافير؟ اسكو جايزي هو النكست اللي غادي يلحق ديدي للحبس ولا مازال؟ هذه الحاجه اللي تخليني نحب الامريكان، شغل نحب العقليه تاعهم. الشعب الامريكي عندهم واحد العقليه كمام تغلط وتكون واش تكون، رايحين يديزابونيوك، رايحين يقاطعوك، رايحين يديروا له كلش، مش كيما حنا. نفس القصه صارت مع اميغو الخانز اللي بسبته راحت القناه، راحت الناس كامل ابوناتو، زادت له في زابوني، وقفت معاه. شفتوا الشعب الدايوث؟ مي هما لا هما شافوا باللي غلطوا، ما على بالهمش، بانت الحقيقه تاعو، راحوا ديزابوناوه بلوكاوه. وكما سمعتوا باللي جايزي هو البرادر وتاع ديدي، راكم شايفين باللي راهي الخردال زوج عباد الى مارشاريه راه مكسر، الاخر يقول له هاي، الاخر يقول له انا هنا، خيالو ظل تاعو. استغل الناس اللي راهم حابين يتشهروا. جميع مغني في امريكا تشهر وتعرفوه انتم حاليا، دير في بالك بنسبه 100% راهو واش الحبيبها كيفاش راح نقول لكم الامر جد سوداوي، خاصه جاستن بيبر قال لك هو اللي دار القتله، هو اللي شبع بزاف من الزيت، هذاك هو اللي رفع عليه الضوء بزاف. ومانيش على بالي دوك هذا لو كان يحكموا عليه مؤبد وقليلك، شايف باينه باللي دوك يخرج منها بريء. حاليا خلينا نشوفوا الفيديو هذا، بعد نجيو ديريكت مول الضحايا تاع الاسطوره ديدي. لا أريدها أن تمر بنفس التجربة التي مررت بها، ولا أتمنى ذلك لأي شخص. تصريح قديم للنجم جاستن بيبر عاد بقوة بعد اعتقال المنتج الشهير ديدي المتهم بعدد من قضايا الاعتداء والابتزاز والتعنيف. وكان جاستن بيبر صرح في عام 2020 عن رغبته في حماية بيلي آيليش من عالم صناعة الموسيقى. وتحدث بيبر وهو يذرف الدموع عن تجاربه الشخصية في صناعة الموسيقى عندما كان فنانا شابا، بعد أن حقق نجاحا بين عشية وضحاها في سن 14 فقط، بعد أن وقع عقدا مع شركة تسجيلات أشر تلميذ كومز في عام 2008. وقال بيبر إن الأمر كان صعبا بالنسبة له لأنه كان صغيرا جدا في هذه الصناعة ولا يعرف إلى أين يتجه، وأنه كان سيئا ومظلما للغاية. هذه التصريحات أعاد الجمهور مشاركتها، معلقين أنهم الآن فهموا ما الذي كان يقصده بيبر، وأنه كان أحد ضحايا ديدي الذي أجبر على القيام بعدد من الأشياء من أجل الشهرة. أنا بانت لي واللي نضر بزاف واللي دار الخبط بزاف وطفى عليه الضوء جدا جدا وكثيرا جاستن بيبر، باين باللي تعرض لجميع ما حرم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ربي بعد بلادنا على بلادهم. حاليا راهم يقولوا باللي الناجي الوحيد واللي ما كانش في القائمة واللي هو ترافيس اللي غنى فين هو الوحيد الذي لم يكن موجودا في قائمة الديدي. وكما قلت لكم لكيف خلينا حاليا نشوفوا القائمة تاع الديدي شكون هما الضحايا تاعو. حاليا أول واحد بيع على بالي بلي دوك تعرفوه هو ليبرون جيمس، لاعب كرة السلة الأسطورة. ليبرون جيمس خاوتي اللي عيطوا له الكينج. ليبرون جيمس خاوتي قال لك بلي طاح في المقلة. كيفن هارت، شكون ما يعرفش كيفن هارت طاح في المقلة خاوتي. جينيفر لوبيز، شكون ما يعرفهاش. انا قلت لكم الانسان هذا ما يعرف لا اذكر. راني نقرا خاوتي في عباد نعرفهم. دريك، شو ما يعرف دريك اللي صار البيف بينه هو وكندريك لامار. دريك راه مطحون في الموسيقى، مطحون في الحياة الواقعية، ظهر مخردل. هذا وين اللي كيف قاعد نقرا في القائمه كيما هكذا. بالكم باللي شفت واحد العباد قسما بالله ما كنت نستنى فيهم انهم يكونوا هنا. من بينهم مايكل جوردن، دي جي كاريج، شكون ما يعرفوش، هو سعودي عايش في الامريكان. عندكم ليليوزي، شكون ما يعرفوش. عندكم مالوما، شكون ما يعرفوش. كاين بزاف خاوتي. كارداشينز كاين. هاي القائمه قدامكم خاوتي. جاي زي، شكون ما يعرفوش. دريك كيما قلت لكم. كاين بزاف خاوتي راني شفتهم. سنوب دوغ راهي واحد القائمه. هذه هي، حبسوا الفيديو اقراوها. بيبنا راهو ما خلى حتى بنادم في الامريكان من غير ترافيس سكوت قال لك مش باين. مي حاجه حيرتني علاه اميغو ما كانش. اميغو يخسر له اكثر من هكذا، علاه مش في القائمه هذه؟ نورمال يحطونه اميغو هو الاول، هو في القائمه الاولى هو اللي مخردلها. يا فلا خاوتي وصلنا لافان تاع الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وضحكتوا وقصرتوا ويا لكم غير شويه. قبل ما تخرجوا من الفيديو لا تنساوش ديروا لنا لايك، اشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس. فيديو كل يوم باذن الله على 6. ما تنساوش ديروا الانستغرام مرحبا بك. وفي لافان تاع الفيديو بقى لي غنقول لكم تهلاو في روحكم خاوتي، نشوفكم في الفيديو الجاي. بيس.